برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة يوم مختلف، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والسيرة العاطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة أو على مدار الحلقة إنه الاحتفال ليه جانبين، الجانب الديني والجانب الاجتماعي والشعبي. طبعا اتكلمنا عن الجانب الاجتماعي والشعبي وحلوى المولد، ولكن الجانب الديني طبعا بيبقى من ضمنها الابتهالات الدينية، التواشيح الدينية وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على مدار كتير جدا من الفنون والأدباء والشعراء والمبتهلين كانوا بيقدموا لنا يعني ابتهالات، أغاني، تواشيح كلها عن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعرف أكتر عن الابتهالات الدينية، وهنسمع كده مع حضراتكم الابتهالات الدينية مع ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو صباح على القاهرة، مع المبتهل الشيخ كمال أبو عرب. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك فضيلة الشيخ. كل سنة وانت طيب. خلينا الأول نبدأ مع حضرتك. طبعا الابتهالات الدينية ناس كتير بتسمعها، وخاصة في المناسبات الدينية، ومش هنلاقي أكتر من مناسبة المولد النبوي الشريف إن احنا نسمع الابتهالات الدينية الجميلة اللي بتبقى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حضرتك بدأت الابتهالات إمتى؟ وإيه اللي حببك فيها إنك دايما تبقى مبتهل؟ والله كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيب وبخير. وميلاد سيدنا النبي يعني مبارك على كل الأمة الإسلامية. طبعا. احنا بدأنا في القرية نحفظ القرآن الكريم. ثم تعلمت يعني الابتهالات على الشيخ ممدوح عبد الجليل والشيخ محمد الهلباوي. الناس كانوا أفاضل يعني. يعني قراءة القرآن وتعلمك لقراءة القرآن هي اللي خلتك تبدع في الابتهالات؟ أنا حفظت القرآن وأنا صغير يعني. وحضرتك صغير حضرتك؟ وثم يعني تعلمت الابتهال على يد من مبتهلين كبار يعني. الشيخ ممدوح عبد الجليل، الشيخ محمد الهلباوي، كان مدارس. طبعا. كل واحد ليه مدرسة مختلفة. يعني الابتهالات نقدر نقول برضو عشان الناس تعرف اكتر من حضرتك المعلومة دي، الابتهالات ليها كذا مدرسة. امال ايه؟ امال ايه؟ طيب حضرتك بقى ابدعت في مدرسة الابتهالات اللي هي تابع مين؟ لا مش تبع مين. انا بقول لحضرتك اتعلمت يعني على يد من اللي هم الناس الافاضل. تمام. الشيخ ممدوح عبد الجليل. طيب خلينا نسمع كده مع حضرتك، نبتدي بابتهالات كده دينية مع حضرتك ونستمتع بيها مع السادة المشاهدين. اتفضل. لذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف لين الأعطاف كامل الأوصاف لين الأعطاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. ده جزء من الابتهالات. طيب عايز اسال حضرتك حاجه، الابتهال ده بيبقى عباره عن ان حضرتك بتقول مثلا صفات الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وايه برضه مثلا لو قصص او كده، ولا دي يعني قول لنا ايه الفرق؟ لا حبا في سيدنا النبي يعني. بتقول صفاته وبتذكر صفاته. كويس جدا. ده الابتهال. بيبقى مدته قصيره او صغيره؟ لا كما تشاء بقى. متنوع طبعا. كما تشاء. اللي حضرتك قلته لنا ده جزء من ابتهال وصف الرسول او في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل التواشيح هي الابتهالات فضيلة الشيخ ولا حاجه مختلفه؟ هي نتكلم بقى على ميلاد سيدنا النبي. اتفضل. في ليلة مشرقة عمت على بقاع الأرض نور المصطفى بنى الخليل البيت وهتفت فيه الملائكة الكرام مولانا إلهنا
مولانا إلهنا في ظله بنت وهب أنجبت نور أنجبت بدرا فأنجبت خير خلق الله إنسانا. الله ما شاء الله. ده يوم مولد الرسول ميلاد صلى الله سيدنا عليه النبي. وسلم. حضرتك يعني عامل لكل مناسبة ابتهال معين. نعم نعم. طب ايه اكتر الابتهالات المحببة الى قلب حضرتك؟ يعني من اللي انت بتقولها مثلا في المناسبات او الكلام ده. في حب لسيدنا النبي. في حب الرسول صلى الله سيدنا عليه النبي. وسلم اللي هو الابتهال الاولاني اللي حضرتك قلته لنا هو ده. حب سيدنا النبي بيشوق وفتح الابواب. ويخليك تقول بقى ده رزق. حاجات كتير. رزق. هو حضرتك بتبقى حافظ ولا حضرتك وانت بتقول الابتهال؟ بنحفظ. يعني مش بيبقى مثلا كأنه كلام نص اسمه نص. نص. النص حضرتك بتحفظه. هل بيبقى فيه نص طويل ولا نص قصير ولا حسب؟ في كتير. بس يعني يعني كل حاجة لها مجال يعني. احنا معانا وقت طبعا، فاحنا عاوزين نسمع برضو اكتر من ماشي مع حضرتك. حضرتك تنقيه بقى يعني احنا نحتفل مع حضرتك. يا فرحة الدنيا بنور محمد، يا فرحة الدنيا بنور الحبيب المصطفى وبطلعة خير الأنام محمد، يا عزها يا مجدها بهدى الحبيب المصطفى وبطلعة خير الأنام محمد. دنيا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا رب احفظ مصرنا واحفظ أمنها وجيشها وشعبها ورئيسها يا رب. دنيا أفاقت من ثبات كي ترى حدثا جليلا بالموعظ وفاء. دنيا فاقت من ثبات كي ترى حدثا جليلا بالموعظ وصاحت على صوت الأذان مكبرا مكبرا الله أكبر. أشرقت أنواره وأتى البشير يزف بشرى أحمدي. سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك
قلبا مشوقا لا يروم سواك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك الله ناداك الله ناداك ربك لم تكن لسواك. ما شاء الله. بيحتاج مجهود الابتهال من الصوت. نعم. حضرتك بتتدرب أكيد. قبل ما بتظهر، او مثلا لو في احتفال ديني او كده لازم بتتدرب قبلها؟ ليه؟ بتسخن يعني تسخن الصوت يعني. طيب والاحبال الصوتيه والحاجات دي بتبقى محتاجه برضو مثلا مشروبات معينه؟ يعني بنسمع دايما اللي المبتهلين يشربوا ينسون، يشربوا ينسون، حاجات من دي يعني. عشان الاحبال الصوتيه وقوه الصوت. نعم. تمام. طيب هل في مثلا من المقرئين المصريين حضرتك برضو تأثرت بسماع صوتهم مثلا في قراءة القرآن، وبدأوا يعني بيوحي إليك مثلا ان انت بتبتهل بطريقة معينة؟ زي ما حضرتك قلت لي الأول تأثرت في بداية حياتك الابتهالات باتنين شيوخ مثلا. مين برضو من حضرتك بتتأثر بصوتهم؟ أصوات مصرية، مقرئين مصريين مهمين. كان الله يرحمه الشيخ الطبلاوي، اه وكان الله يرحمه الشيخ احمد عامر، الشيخ عبد الواحد زكراضي، الشيخ طبلاوي طبعا، الشيخ احمد عامر، الشيخ احمد الشيخ عامر، ابو واحد زكراضي، والشيخ عبد الواحد زكي راضي. اه من اكتر المحببين الى قلبك يعني المقرئين. نعم، هم كلهم محببين يعني، مش طبعا كلهم اهل القران يعني. متميزين قوي المقرئين المصريين. نعم. يعني حتى الدول العربية والإسلامية مليانين بالمقرئين طبعا. نعم. مقرئين القرآن. ولكن المصريين دايما ليهم أصوات مختلفة بتلاوة القرآن والكلام ده كله. هل المبتهل لابد يكون حافظ القرآن الكريم؟ لازم؟ لا لا، مش شرط، عشان اللغة العربية دي هوايه يعني. هواية هوايه وتدريب برضه، وتدريب مهم طبعا طول أيام السنة. ودراسه. ودراسة كمان. أنا أول مرة أعرف إن ليها دراسة. نعم. ده مهم جدا موضوع نعم. الدراسة ده. بيبقى ايه بقى؟ عبارة عن ايه الدراسة يعني؟ هل النصوص اللي حضرتك بتحفظها ولا بتبقى ايه بالظبط؟ النصوص بتتحفظ وبتدرسها كمقامات، وبتدرسها كأداء. يعني انا لاحظت حضرتك بتقول الابتهال انه حضرتك الصوت بيعلى مثلا في وقت معين وبينخفض في بعض المظبوط كده. نعم. هي دي الدراسة بقى. نعم. تمام. طيب انا طبعا احنا يعني الاول عايزين نقول لحضرتك احنا استمتعنا جدا بالابتهالات اللي حضرتك يعني امتعتنا فعلا. كل الساده المشاهدين اكيد استمتعوا معانا، وكل سنه وحضرتك طيب. النهارده طبعا يوم مختلف، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف طبعا مع المبتهل الشيخ كمال ابو عرب. احنا هنختم حلقتنا النهارده مع حضرتك ومع ابتهال كده نختم بيه حلقتنا على شاشه قناه القاهره. حاضر يا فندم. سيدي يا رسول الله، حبيب الله، يا سيد الرسل الكرام ومن به، يا سيد الرسل الكرام ومن به، سيدي يا رسول الله، يا من بك يرحمنا الله، رضينا يا بني الزهراء، رضينا بحب فيكم يوضي نبينا، رضينا بالنبي لنا إماما، وأنتم آله وبكم رضينا، وبالسبط الحسين كذا أخوه، وحيدر ثم زين العابدين،
وزينب من لها فضل سمي سلالة أحمد في الطيبين. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.